مساء الخير، صباح الخير، اي وقت انتوا بتشوفوا في الفيديو. ازيكم؟ كنت حابب اتكلم معاكم عن موضوع سرقة الحضارة. حضارتنا بتتسرق علني، والموضوع بقى بزيادة قوي اليومين دول. والغريب في الموضوع واللي يثير تساؤلات في دماغنا احنا المصريين، ولازم ويجب جدا ان احنا ننتبه للقصة دي، ان مفيش اي حضارة في العالم تانية بيتعامل معاها الكلام ده. يعني عمرنا ما سمعنا عن ان الصينيين بيتقال عليهم ان هم محتلين للصين، وان مثلا الحضاره الصينيه اصلها من الفلبين مثلا، يعني مع احترامي لكل الدول يعني. ولا عمري مثلا سمعنا عن الحضاره اليونانيه اصلها من بنجلاديش او اي حاجه من الحاجات دي. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ما بيتمش غير مع الحضاره المصريه. يعني عمرنا ما سمعنا عن ان حد بيقول ان العراقيين مش اصل العراق، وان العراق محتله من ناس تانية. ما حصلش. سوريا، تركيا، كل البلاد دي مفيش حد حصل معاه الكلام ده غير مع المصريين. مع ان لغايه 20 30 سنه فاتوا، قبل ما يبقى فيه صحوه او نقدر نقول انتباه للحضاره المصريه من المصريين نفسهم، كان اغلب الناس بينفروا من الحضاره الفرعونيه، وان هو فرعون الكافر ربنا غضبان عليه. كان كل الناس كان تأبى انها يعني يقولوا لا احنا مش حابين. دلوقتي بقى كله بيقول ان احنا اللي سواء سوريين، يعني شفناها من سوريين، شفناها من افارقه كتير، من اللي عايشين في امريكا، او حتى من افارقه في افريقيا، أم، حتى يمكن من بعض الجزائريين. طبعا كل الكلام اللي انا بقوله ده ما يعممش ابدا على اي شعب. كل الاحترام لكل الشعوب، واغلب الناس دي ناس محترمه، وكتير من أهل البلاد دي بيردوا على الناس دول. ولكن الكلام ده لينا احنا المصريين. كل الاحترام لكل الأجناس، كل الاحترام لكل الأعراق، كل الاحترام لكل ألوان البشرة. مفيش أي مهاجمة لأي حد، ولكن احنا لازم ننتبه للقصة دي. بس أنا سؤال بقى لكل اللي بيقول إن هم أصل المصريين، وإن احنا المصريين الحاليين يعني احتلينا البلد وطردناهم براها. يعني ايا كان منين، افريقيا، من اي حته، اوكي ماشي، خلينا نقول ان هو اوكي صح. ماشي، احنا يا سيدي، احنا جينا من اي حته، جينا من المريخ واحتلينا مصر وطلعناك منها بعد ما عملت الحضاره الضخمه جدا دي. اوكي، خلينا نقول ان انت تمام. السؤال اللي بيطرح نفسه ولازم تجاوب عليه: لما انت عملت الحضاره دي وطردناك منها، وديناك افريقيا، وديناك اوروبا، وديناك اي حته في العالم، ما عملتش حضاره زيها ليه؟